ورجعنا لكم مرة تانية بفيديو جديد وحكاية جديدة لكل مشاهدين ومتابعين قناة غاوي حكاوي في كل مكان. جاهزين لحكاية النهاردة؟ لا ما انتوش جاهزين. اكيد انت عارف اللي لازم تعمله دلوقتي ايه. انزل يلا بسرعة تحت اتأكد انك اشتركت في القناة ودوس على زرار اللايك بالمرة كمان، وفعل زرار الجرس يا برنس قبل ما تطلع عشان تبدأ معانا حكاية النهاردة، لان حكاية النهاردة حقيقي ما تستناش. بيبدأ فيلمنا في مزرعة مزارع غلبان بيربي فيها ديوك رومي كتير جدا. وسط الديوك دي كان واقف واحد اسمه ريجي بيخطب فيهم وعمال يكلمهم عن ان المزارع ده مش صديق ليهم زي ما هم فاكرين، لكنه مجرد واحد بيربيهم ويأكلهم عشان يذبحهم في عيد الشكر ويبقى هم الطبق الرئيسي لكل عيد. وبيقول ريجي كمان ان العيد ده بيحبوا كل البشر وده يخليهم اعداء للديوك الرومي في كل مكان، لكن ولا واحد من الديوك دي كان بيسمع له او بيسمع الكلام اللي هو بيقوله اصلا، لانهم بيعتبروا المزارع صاحب المزرعة دي صديقهم المخلص والوحيد. الديك الرومي ده كان مختلف عن باقي الديوك حتى في الشكل كمان مش بس في التفكير، وكان من صغره مرفوض وهو عايش وسطهم وما بيحبوش يكون قريب منهم، حتى لما بيحاول ينام وسطهم كانوا بيرفضوه وبيرموه بعيد عنهم. لكن ريجي عمره ما استسلم، وفي ليله من الليالي وصل للمزرعه حاجه زي طياره هليكوبتر كده بس محدش كان شايفها، بس ريجي كان قادر يسمع صوتها كويس. ودخل من باب المزرعه واحد من الديوك الرومي لكن واضح عليه انه كبير في السن. ريجي ما كانش شايف وشه، لكن بدأ الديك الرومي الكبير في السن ده يتكلم مع باقي الديوك اللي كانت مخضوضه من اللي بيحصل، وبيقول لهم انه جاي من المستقبل وان كلام ريجي صح 100% ولازم كلهم يسمعوه وينفذوا اللي بيقول عليه. لكن برضه لما حاول ريجي يستغل الفرصه عشان يحمس الديوك للهروب معاه من المزرعه قبل عيد الشكر، رفض الباقي انه يسمع له برضه ورموه بره المزرعه خالص لانهم زهقوا منه. في اللحظه دي كان الرئيس الامريكي في نفس المزرعه واعلن انه هيعفي عن ديك واحد بس من الديوك قبل عيد الشكر، وده معناه انه مش هيتذبح ابدا. وعشان ما كانش فيه الا ريجي بس هو اللي بره المزرعه، فاختارته بنت الرئيس ان هو يكون الديك اللي هيفوز بالعفو الرئاسي. وفعلا تم اختيار ريجي وبدات الصحافه كلهم يصوروه وفرحوا بيه، واخدته البنت الصغيره معاها على طياره رئاسيه عشان يرجعوا لمنتجع كامب ديفيد اللي قاعد فيه الرئيس الامريكي مع اسرته. وكان ريجي على الطياره ومتوتر جدا وخايف طول الوقت، لكن البنت بدات تلعب معاه وتعلمه لعب الورق عشان تهديه. فعلا نجحت ان التوتر بتاعه يخف شويه لكن مش للابد. ولما وصلوا للمنتجع واخدته الطفله بسرعه على اوضتها، اول ما شغلت التلفزيون عشان يقعدوا يتفرجوا على شويه حاجات عليه وقعت من طولها نايمه فورا. في اللحظه دي شاف ريجي على التلفزيون اعلان لمطعم بيتزا وان اللي عايز يطلب اوردر يتصل على الرقم ده، وفعلا ده اللي حصل وطلب ريجي البيتزا وفضل ياكلها ويقضي الليله كلها في اللعب والفرجه على التلفزيون واكل البيتزا، وبقى عايش حياه ما كانش يحلم بيها، وكمان معاه العفو الرئاسي من الذبح في عيد الشكر. وفي ليله من الليالي حصلت حاجه غريبه جدا، اقتحم الاوضه شخص غريب ما كانش ريجي عارف في الاول ده عباره عن ايه، وفعلا خطفوا الكائن الغريب ده من الاوضه اللي هو قاعد فيها وجري بيه على الغابه، وهناك كشف عن شخصيته. وبنعرف انه ديك رومي تاني واسمه جيك، واللي قال لريجي انه جاي له مخصوص عشان في مهمه سريه هيتوقف عليها مصير الديوك في كل حته في العالم، ومحدش هيعرف يعمل المهمه دي الا انت. لكن ريجي كان مرعوب وحاول يهرب منه، بس جيك لحق بيه وقدر يمسكه ويرجعه تاني للغابه. وهناك كشف عن مقبض ذهبي لباب وقال لريجي ان المقبض المقدس ده مبعوث علشانه وهو ده بدايه المهمه، ولازم يروحوا للمخبأ السري بتاعهم عشان هناك في آلة للزمن هتقدر ترجعهم لاحتفال اول عيد شكر في التاريخ، ويشيلوا الديك الرومي من على قائمه العشاء بتاعه البشر، وبكده هيلغي الكابوس السنوي لكل الديوك. ومادام مش قادر يقنع اخواته الديوك انهم لازم يهربوا ويبعدوا عن البشر اللي بيذبحوهم كل سنه، يبقى هو ده الحل الوحيد عشان ينقذ باقي الديوك من مصيرهم. وما كانش قدام ريجي الا انه يروح معاه ويشوف الدنيا هترسى على ايه. في اول الطريق عدوا على اوضه ازاله التلوث، وبعد ما تم تعقيمهم كويس وبداوا يتحركوا في الممر الغامض اللي قدامهم، كان في نفس الوقت الرئيس الامريكي مع وزير الدفاع بتاعه نزلوا لنفس المقر السري عشان يتفرجوا على تجربه السفر عبر الزمن للمره الاولى. وكانت مجموعه من الجنود اللي لابسين الزي الاصفر ده ماشيين في الطرقه، لكنهم لمحوا الديك ريجي فقرروا يعملوا معاه الجلاشه ويحمصوه، بس هو نجح انه يهرب منهم مع جيك وراحوا على اوضه السفر عبر الزمن اللي كان فيها الطيار. ولحسن الحظ شاف الرئيس الامريكي ووزير دفاعه الديوك دي وهي داخله الاوضه، فطلبوا من الطيار فورا وفي اخر لحظه انه يخلي المكان، وفي نفس الثانيه بدات عمليه النقل عبر الزمن. وكان الكل مصدوم من اللي بيحصل، لكن فجاه اختفى الديكين مع كبسوله السفر عبر الزمن من قدام الكل، وانتقلوا للطيار الآلي اللي طلب منهم يحددوا وجهه سفرهم. وقال جيك انهم عايزين يروحوا لاول احتفال عبر الزمن بعيد الشكر، وفعلا بعتهم الطيار الآلي لسنه 1621 ونزل هناك جيك وريجي من الكبسوله اللي اتحولت لوضع الاختفاء فورا اول ما خرجوا منها. وبدا ريجي وجيك يتحركوا في الغابه، لكن لسوء الحظ بدات كلاب الصيد بتاعه سناتشز انها تطاردهم بشراسه كبيره، وده لان الشرير ده مكون مجموعه صيد في الغابه عشان تمسك طيور الديوك الرومي دي باي شكل. وفضل جيك وريجي يهربوا لغايه ما حوطتهم الكلاب من كل حته، لكن فجاه
ظهرت مجموعة من الديوك الرومي المقاومة للشرير وكلابه وأنقذت الديوك من الموت في آخر لحظة. واتعرف ريجي على جيني واتسحر بعينيها، وقبل ما يتكلموا كتير أمر قائد المجموعة دي إنهم يتحركوا بسرعة عبر الأشجار، وفعلا بدأوا يتحركوا ورصاص الصيادين بيطاردهم لغاية ما وصلوا لمساحة مفتوحة وبدأوا يهربوا من خلال المزارع اللي موجودة فيها. لكن للأسف اتقبض على 2 منهم، وكمل الباقي هرب لغاية ما وصلوا للكهف الآمن بتاعهم. وهناك أمر قائد المجموعة الديوك إنهم يتوجهوا للكهف فورا عشان يطمنوا على باقي القطيع. لكن جيك كان عنده رأي مخالف وقال إنه لهم لازم يقاوموا ولازم يحاربوا الأعداء دول عشان ينقذوا مصير الديوك الرومي في كل حتة في العالم. وبدأ القائد وجيك يتشحنوا بالغضب قصاد بعض، وقبل ما يبدأوا خناقهم مع بعض فصلت جيني بينهم وقالت إنه من الأحسن يرجعوا للكهف عشان هناك الزعيم هو اللي هيحدد يعملوا إيه. وعرفت جيني ريجي إن القائد ده يبقى أخوها وهو عصبي جدا. ولما وصلوا الكهف شافوا مستعمرة كاملة من الديوك الرومي اللي اضطروا يلجأوا لمخبأ تحت الأرض عشان يهربوا من الصيادين. حاول جيك مرة تانية إنه يخطب في الديوك ويطلب منهم إنهم يسمعوه لأنه جاي من المستقبل وعارف هو بيقول لهم إيه كويس قوي، بس برضه محدش من الديوك سمع كلامه. في اللحظة دي طلع الزعيم وعرفته جيني على الاتنين الجداد وقالت لهم إن الزعيم ده يبقى أبوها. بدأ الزعيم ياخدهم في جولة في المستعمرة وقال لهم إنهم لازم يفضلوا مستخبيين عشان يحموا أولادهم الصغيرين لأن دول هم المستقبل الحقيقي ليهم. لكن جيك برضه كان مصمم على رأيه وإنه لازم نقاوم، بس الأطفال بدأت تظهر حواليه وتلعب معاه، وده خلاه يخفف من حدة غضبه شوية لأنه برضه حس بالخوف عليهم من المقاومة. وقال الزعيم لريجي وجيك إنه مرحب بيهم يفضلوا هنا المدة اللي يحبوها، لكن بشرط واحد بس، إنهم يحترموا قوانين وتقاليد المكان وما يحاولوش يخترقوها. في الوقت ده كان سناتشز في الغابة مع عصابته بيقولوا إنهم لازم يوسعوا بقعة البحث عن الديوك الرومي شوية لأنها كل مرة بتهرب منهم لحتت بعيدة عن المكان اللي هم فيه. في اليوم التاني بدأ الزعيم يوزع المهام عليهم وقال إن جيك والقائد هيروحوا يراقبوا معسكر البشر اللي فيه الأسلحة واللي الديوك هناك مسمينه الحصن، أما جيني وريجي هيروحوا يتفحصوا الغابة ويتأكدوا إن البشر مش بيقربوا منهم. وفعلا اتوزعت الديوك على المهام بتاعتهم. جيني وريجي بدأوا يتكلموا وقالت جيني لريجي إن المراقبة بتاعتهم المستمرة دي بتخليهم دايما متقدمين على البشر بخطوة، وبدأوا يتحركوا من شجرة لتانية لغاية ما وقع ريجي فجأة ونجا من فخاخ كتير جدا البشر اللي كانوا عاملينها طبعا. وطلبت منه جيني إنه يخلي باله من نفسه لأن الأفخاخ اللي عاملها البشر منتشرة في كل مكان حواليهم، وما خلصتش الجملة عشان يقع في فخ تاني، لكن جيني بتنقذه منه برضه. بس للأسف الكلاب كانت حست بوجودهم وبدأت تطاردهم لغاية ما استخبى ريجي وجيني مع بعض في آلة الزمن اللي اتحولت بسرعة لوضع الاختفاء أول ما دخلت فيها الديوك الرومي. وفضل الكلاب واقفين يهوهوا على حاجة في الهواء طبعا ما هم مش شايفينها. وأول ما وصل الشرير مع عصابته رمى شوية بارود على الفراغ اللي في الهواء واللي بتهوهو ناحيته الكلاب، فظهرت بسرعة كبسولة الزمن اللي قبل ما يضرب عليها بالنار طلعت لمسافة عالية جدا في السماء واختفت. ساعتها صدقت جيني إن ريجي وجيك جايين فعلا من المستقبل، وبدأت تتعرض لريجي فيديوهات مضحكة وهم في الكبسولة في الوقت اللي فضلت فيه الكبسولة متعلقة في الهواء. لكن بعد ما نزلوا تاني للغابة عرض الديك الرومي ريجي على جيني إنها تيجي معاه للمستقبل بعد ما يخلصوا مهمتهم لأنهم بعد كده هيعيشوا في سلام. لكن جيني قالت له إنها مش هتقدر تسيب أهلها. في الوقت ده كان القائد مع جيك بيراقبوا الحصن، لكن لما بص القائد جنبه ما لقاش جيك اللي راح وخطف ريجي من جنب جيني وخدوه لحتة بعيدة في الغابة، وقال له إنه خلاص المهمة اللي جايين علشانها قربت تخلص، وإنه قدر يحدد مكان الحصن اللي بيحتفظ فيه البشر بالسلاح بتاعهم واللي بيطاردوا به الديوك، ولما ينجحوا إنهم يدمروه كده هيبقى نفذوا مهمتهم على أكمل وجه ويقدروا يرجعوا لزمانهم تاني. لكن ريجي كان متردد. ساعتها حكى له جيك عن طفولته وإنه نشأ في مزرعة تسمين للديوك، وإن مامته قالت له إنه لازم يهرب من البشر وادته إخواته اللي كانوا عبارة عن بيض لسه وساعدته عشان يخرج من المزرعة، لكنه ما نجحش إنه يخرج خالص من المزرعة لأن البيض اللي كان معاه وقع منه وخدوه البشر تاني وهو بس اللي قدر يخرج، فلازم يعملوا حاجة يغيروا بيها مصير الديوك عبر الزمن. وفعلا وافق ريجي إنه يساعده ودخلوا لمكان الأسلحة بتاعة البشر وفخخوا المكان بالبارود، وأخد ريجي عبوة بارود كانت مع سناتشز لكنه ما يعرفش إنها مخرومة، وخرجوا من الحصن وفجروا المكان كله، بس البارود اللي كان معاهم عمل خط طويل وراهم للمخبأ بتاع الديوك من غير ما هم يعرفوا طبعا. ريجي وجيك رجعوا للمعسكر وفرحوا الديوك باللي عملوه وقالوا لهم إنهم هيقدروا يعيشوا بسلام خلاص دلوقتي، وفرحت كل الديوك باللي حصل، لكنهم ما يعرفوش إن في مصيبة كبيرة جدا هتحصل لهم الوقت لأن الشرير اكتشف اللي حصل وشاف خط البارود اللي سابوه الديوك وراهم وراح مولع فيه. ريجي شاف خط النار وهو رايح ناحية صاحبه فجرى وراه وأنقذ جيك في آخر لحظة، لكن المخبأ كله انفجر، وبكده عرف البشر مكان المخبأ بتاع الديوك بسهولة. فأمر الزعيم باقي الديوك إنهم يخلوا المكان فورا ويروحوا على المخبأ الاحتياطي، لكن أول ما خرجوا بدأ البشر يقبضوا عليهم واحد ورا التاني، ومجموعة قليلة بس هي اللي راحت للمخبأ الاحتياطي. في اللحظة دي كانت جيني بتهرب من مجموعة الكلاب اللي موجودة جوه الكهف، بس افتكرت فجأة الفراخ الصغيرة اللي موجودة في الحضانة، رجعت وسط النار عشان تجيبهم، لكنها لقت جيك أنقذهم فعلا كلهم وبدأوا يهربوا من المكان، لكن الكلاب بتاعت الشرير بدأت تطاردهم، وقبل ما يوصلوا للنهاية بخطوات قليلة ظهر الزعيم فجأة وقرر يضحي بنفسه عشان ينقذهم، وفعلا قدر إنه يقضي على الكلاب
الكلاب وانقذ الباقيين. اتجمعت الديوك في المخبأ الاحتياطي بتاعهم، عرفوا ان الزعيم كان موصي ان بنته جيني هي اللي تمسك الحكم بعده، وساعتها اول قرار اخدته انهم لازم يحاربوا البشر ويبطلوا هروب تاني حتى لو ده كلفهم اخر لحظات حياتهم. وفعلا الكل اتحمس، لكن ريجي حس ان الحرب دي مش حربه وقرر يسيب جيك ويرجع للمستقبل. واول ما وصل لمنتجع كامب ديفيد اللي كان قاعد فيه شاف نسختين منه في المستقبل، وعرف منهم ان هو الديك العظيم اللي ظهر لجيك زمان، وان هو اللي في ايده الحل لكل مشاكل الديوك. وفعلا جات له فكره ورجع تاني في الزمن قبل ما الديوك تدخل في حرب مع البشر وتسبب في ان تظهر فجوه زمنيه تخطف الشرير وكل اسلحته وعصابته من المكان. ونزل ريجي من الكبسوله وقدم للبشر البيتزا وقال لهم ان ده هيكون الحل البديل للديوك الرومي على قائمه عشاء عيد الشكر بتاعكم. ولما دقها البشر حبوها جدا وقرروا فعلا انها تكون هي الوجبه الرئيسيه لعيد الشكر. وهنا قرر ريجي انه يفضل مع حبيبته جيني، اما جيك فقرر انه يكمل مسيرته في انقاذ الحيوانات والطيور من الذبح على مر التاريخ. وبعد ما اختفى رجع لهم تاني بالفرخه والبطه دي عشان يطلب منهم انهم يساعدوه في تغيير مصيرهم هم كمان. تعالى هنا، رايح فين؟ انت ما صدقت وهتمشي خلاص؟ انزل دلوقتي عشان تتاكد انك اشتركت في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. وما تنساش تخبط اللايك الجميل قبل ما تخرج وتسيب لنا رايك في الكومنتات تحت. نشوفكم قريب قوي، مع السلامه.